نهاية مباراة ممتعة من وجهة نظري، سهرة شتوية دسمة ما بين الزمالك وسيراميكا كيلوباترا. هي مباراة من وجهة نظري كانت سجال ما بين الطرفين قدموا مباراة قوية جدا جدا جدا. يمكن الأفضلية شوية أو الأهداف الضائعة والفرص الضائعة الأكثر خطورة في الشوط الثاني كانت لسيراميكا، وكانوا على بعد خطوة وحيدة من إنهم يكسبوا. ولكن خلينا نقول إن سيراميكا أضاع فوز مهم جدا 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 على نادي الزمالك. هل معنى كده ان نادي الزمالك ما جاش المباراه مالوش فرص؟ سيراميكا هو اللي ليه فرص اكتر، هو اللي كان يستحق المكسب؟ لا، نادي الزمالك جه المباراه، نادي الزمالك ضيع فرص، كان متواجد، كان في تالق لمحمد بسام، ولكن الاهداف الضائعه والفرص الاكثر خطوره كانت اكتر من وجهه نظري لسيراميكا، بجانب هدف ملغي في بدايه المباراه بداعي التسلل. ليه ما عليه وعليه ما عليه. يعني انا شايف من وجهه نظري ان الكرة تمشي هدف عادي جدا، ولكن وجهة نظر الفار ووجهة نظر الحكام انها تسلل، من حيث انهم رسموا الخطوط وشافوا انها تسلل. ولكن انا من وجهة نظري ومن تشخيصي للحالة كده كمشجع ومتفرج لكرة القدم انها هدف صحيح ومفيش تسلل، والاثنين على نفس الخط ويكاد يكون مفيش حتى سنتيمترات. طبعا اجواء شتوية رائعة، فخلينا نقول انها تقديرية للحكام، اما تسلل او لا. فكان تقدير الحكام انها تسلل، المباراه بتمشي، كانت مباراه ممتعه للامانه، ما كانش فيه من وجهه نظري اي حاجه تحكيميه تانية ممكن نتكلم عنها. اول مباراه لجروس مع الزمالك بعد عودته من جديد، طبيعي تكون مباراه رخمه، ده طبيعي. والارخم من كده ان انت تلاعب خصم عنيد، خصم قوي زي سيراميكا اللي بيدربه مدرب كبير جدا، مدرب انا شايفه من افضل مدربين الدوري المصري وهو كابتن رمادي. فبالتالي هي كانت مباراه صعبه على نادي الزمالك، مباراه كان ممكن نشوف فيها نادي الزمالك بيخسر زي ما قلنا. تبديله مشلاك بشحاته منطقيه ومش منطقيه. يعني انا شايف اللي كان يخرج كان مصطفى شلبي مش مشلاك. تبديله منطقيه ليه؟ عشان خاطر زيزو في مركز صانع الالعاب مش هيديني اللي هيديهولي على الجناح، عبد الله السعيد كخط وسط مش هيديني اللي هيديهولي في مركز صانع اللعب، وهو عبد الله السعيد ما عندوش البدني اصلا اللي يديني في نص الملعب كلاعب نص ملعب سواء هجومي او دفاعي، مش هتفرق. المهم ان اللاعب ده محتاج حركه كتير. لكن عبد الله السعيد لما احطه في رقم 10 بدل هو النهارده كان رقم 8، انا ارجعه رقم 10، هو بلمسه بيعرف يحركني، بيلعب على الواقف عشان العامل البدني. زيزو في رقم 10 مش هيديني، زيزو على الجناح افضل. فبالتالي نزول محمد شحاته وان انا ارجع عبد الله السعيد تاني كرقم 10، محمد شحاته بقى يلعب مكانه، فدي كانت حاجه كويسه. ولكن يعني الحقيقه كابتن ايمن رمادي كان مذاكر الزمالك جدا جدا جدا، وحفظ لعيبته هيعملوا ايه في كل الحالات. تبديله كويسه، ولكن بخروج مشلاك انا شايف ان هو ما كانش يخرج، هو افضل من مصطفى شلبي اللي بيلعب وهو قرفان من الكوره وهو مش عايز الكوره، ومخلي نادي الزمالك ناقص لاعب بوجود عبد الله السعيد برضو اللي مش مقدم اضافه في ارض الملعب النهارده. وما كانش عبد الله السعيد اللي احنا عارفينه في نادي الزمالك، كان ناقص كتير النهارده من قوته. مباراه كمجمل نادي سيراميكا من وجهه نظري ضيع فوز سهل جدا على نادي الزمالك، كل حاجه كانت ماشيه معاه ولصالحه، وكوره في العارضه ومش عارف ايه. عدم استغلال لفرص من نادي سيراميكا كلفه النهارده خساره نقطتين لنادي الزمالك. هم متوقعين ليه؟ عشان زي ما قلنا جروس لسه جاي جديد، لسه بيشوف الفرقه ويقرا الفرقه من جديد، مباراه رخمه قدام سيراميكا، فكل ده طبيعي جدا جدا جدا. اللي انا بقى بلوم عليه، انت كجمهور نادي الزمالك رايح المباراه دي عشان تشجع فريقك، مش عشان تشتم حد، مش عشان تهدف لحد. فانت سبت تشجيع فرقتك تماما. وتقريبا انا شايف ان في اغلب فترات المباراه او يمكن نقول طول المباراه جمهور نادي الزمالك بيهتف هتافات تانية خالص وساب الفرقه. ركز مع فرقتك، اهتف لفرقتك. ما هو النهارده احنا بنتكلم تعادل، انت بتتحمل جزء من التعادل لانك ما حمستش فرقتك وما شجعتهمش التشجيع الكافي. فدول كلمتين كده كنا عايزين نقولهم عن مباراه النهارده ومباراه الزمالك وسيراميكا. نشوفكم على خير، سلام.